وفي يوم من الأيام وأنا داخل البيت من الشغل لقيت سميحة مراتي عمالة بتعيط جامد وبتقول الحقني الحقني يا هشام، أنا مش قادرة خالص. رديت عليها وانا مخضوض وقلت لها مالك يا سميحة، في ايه؟ انتي بتعيطي كده ليه؟ مالك في ايه؟ جنبي يا هشام، مش قادرة منه، مش عارفة مالي، جنبي وجعني قوي. تعبت من الصبح وأنا عمالة أخد مسكنات ومفيش فايدة. أنا لازم أروح أكشف، وديني يا هشام للدكتور حالا بسرعة. كنت باصص في الارض ومش عارف اقول لها اختي جت خدت اخر فلوس في جيبي. مش عارف ارد عليها، اعمل ايه يا رب دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ رديت وقلت لها معلش يا سميحة، استحملي شوية لحد ما ربنا يفرجها. حرام عليك يا هشام، حرام عليك، اعتبرني اختك اللي عمال تصرف عليها بدل جوزها ووديني للدكتور. انا مش قادره استحمل. طب اعمل ايه يا سميحة؟ انا مش معايا فلوس خالص، مفيش ولا جنيه في جيبي. يعني ايه يا هشام مفيش ولا جنيه في جيبك؟ يعني ايه يا هشام؟ احنا النهارده لسه 10 في الشهر. حرام عليك، انت وديت مصروف البيت فين؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ معلش يا سميحة، أميمة اختي جت النهاردة خدت آخر فلوس كانت معايا. أعمل إيه طيب؟ أقول لها لأ يا سميحة؟ هقول لها لأ؟ يعني هتسيبني اموت يا هشام عشان ابن اختك يلبس هدوم جديده؟ حرام عليك يا هشام، والله العظيم ده ما يرضيش ربنا. خلاص روح، الله يسامحك الله يسامحك. لأ طبعا يا سميحة، أنا هتصرف. وفجأة بقيت واقف مش عارف أعمل إيه وأنا معيش ولا جنيه، وأتصرف منين؟ اتصلت بواحد صاحبي خليته جابلي فلوس، ودي كانت أول مرة في حياتي أطلب فلوس من حد. وفعلا رحت وديتها المستشفى، وكانت تعبانة قوي، والدكتور قال لنا دي الزايدة ولازم تتعمل حالا. وفعلا سميحة عملت العملية، بس كانت لوحدها. كل أهلها بعيدة عنها ومحدش منهم ساكن جنبنا. فقلت مفيش غير أميمة أختي هي اللي هتيجي تقعد معاها لحد ما تقوم بالسلامة. وفعلا اتصلت بيها وقلت لها سميحة عملت عملية، وانتي عارفة ان كل أهلها في محافظة تانية، ومش عاوزة أقلقهم عليها، فلو تقدري تيجي تقعدي معاها يومين لحد ما تشد حيلها. بس للأسف رد سميحة صدمني، ما بقتش عارف أرد عليها أقول إيه. معلش يا هشام، انت عارف يا حبيبي اللي أنا فيه، عارف مسؤولية البيت والولاد، وشوكة جوزي مش عارف أسيبه لوحده مهما حصل. معلش يا حبيبي خليك انت قاعد معاها شوية، أو اتصل بأهلها وهم يجولها، هم أولى بيها يا حبيبي، ما تتعبش نفسك. هقولك، بص أنا هكلمك بعدين علشان خاطر بس أنا مش عارفة أتصرف دلوقتي. روح انت يا حبيبي، روح لها المستشفى وأنا هكلمك تاني. يلا مع السلامة، علشان خاطر عايزة الحق اعمل الاكل لولادي وجوزي. وفعلا رجعت المستشفى لسميحة مراتي، بس للأسف بعد ما خدت صدمة عمري لقيت شريط حياتي معاها ومع أزمتها اللي مسبتهاش فيها لحظة، وازاي انا جيت على بيتي وولادي علشانها، وهي وعيالها وهي ولا هي هنا. يا ريته طمر فيها. خدت صدمة عمري ورجعت المستشفى، ما بقتش عارف ارد عليها اقول لها ايه ولا اعمل ايه. دخلت لسميحة مراتي وقلت لها حقك عليا يا سميحة، انت طلع عندك حق في كل كلمة قلتيها، واختي ما طلعتش جدعة ولا سندتني لما احتجت ليها. حقك عليا. اوعدك ان انا من هنا ورايح هيبقى اهم حاجة عندي انت وبيتي وولادي وبس، مش هسيب اختي ولا حاجة، بس كله هيبقى في الحدود. اوعدك يا سميحة، وحقك عليا مرة تانية. يلا يا هشام يا حبيبي، الاكل جاهز، يلا عشان نتغدى مع بعض. حاضر يا سميحة يا حبيبتي، انا جاي وراكي اهو، اطلعي انت وانا جاي وراكي. عاوز بس اقول لكم على حاجة، انا ما سبتش اختي ولا اتخليت عنها، انا بقيت بساعدها على قد ما بقدر. وشوكة جوزها اضطر ان هو ينزل يشتغل لما لقى ان الفلوس اللي داخلاله مش هتكفيهم، وساعتها فعلا هو بدأ يتصرف. وهو ده الصح، المفروض ما نشيلش حمل حد، نساعده على قد ما نقدر، لكن ما نجيش على نفسنا علشان خاطر اي حد، لان ده ما يرضيش ربنا ابدا.